السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم توته من مطبخ حلو وحادق. النهاردة هنعمل المسقعة سهلة وبسيطة وتفتح النفس كده، وهنغير فيها واوريها لكم ازاي بعملها واعرفكم سر المطاعم وخليكم تعملوها بأحسن واسهل طريقة. يلا بينا نبتدي الفيديو. لو اول مرة تشوفونا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، او اكتبوا لنا تحت كومنت امر منكم كده. السلام عليكم. معانا مقادير ايه دلوقتي؟ انا معايا البتنجان بتاعي، بتنجان حوالي 3 بتنجانات كبار او بتنجانتين كبار على حسب الكميه اللي انت هتعمليها. قطعه بالشكل ده، ممكن تقطعيه اصغر، ممكن تقطعيه مكعبات على حسب ما بتحبيه قطعيه. والفلفل الرومي انا بقطعه نصين كده برضو على حسب ما بتحبيه قطعيه. وفلفل ده مش حراق، هو المفروض لو فلفل حراق بس ده مش حراق خالص، هو موجود اكيد في السوق عارفينه، ده مش حراق خالص خالص. وبرده لو عندك حراق ومش حابه تحطيه ما تعملوش. معايا توم حوالي كام فص كده، احنا مش هناخدهم كلهم طبعا، احنا هناخد فصين 3 بالكتير قوي. ومعايا ليمونيه هقول لكم هنعمل بيها ايه، ديت السر بتاع المسقعه كلها، يعني ده السر رهيب، هتجربيه ان شاء الله هيعجبك جدا. معانا بطاطسيتين، ممكن انت تحطي فيها بطاطس او لا، هقشرهم وهنحمرهم مع بعض. ومعايا ايه التوابل بتاعتي، معايا بصل بودره وتوم بودره وواحده مرقه دجاج او مرقه لحمه او مرقه خضار، ايه الموجود عندك حطيه، ممكن مرقه فوريه برضو حطيها. ومعلقه كمون صغيره، بصل بودره، معلقه توم بودره صغيره، رشه جوز الطيب، رشه بهارات كفايه قوي كده عشان ما يمررش، ورشه فلفل اسود صغننه قوي. ومعايا بصلايه كبيره، انتي لو مثلا ممكن تجيبي بصلتين صغيرين لو عندك حجم صغير، عندك حجم وسط يعني بصلايه وبصلايه صغيره جنبها، او بصلتين عادي يعني. وطماطم ضربناها في خلاط. دلوقتي بقى هنقلي ده مع بعض. قطعت البصل بالشكل ده مكعبات صغيره. دلوقتي معانا حله على النار فيها زيت، معانا حله فيها زيت وحطينا على نار عاليه. هننزل بالبصل، نزلنا بالبصل بتاعنا، نستناه بقى يدبل شويه بالشكل ده. ننزل بالثوم اللي احنا فرمناه والكزبره، هنجيب بقى الكزبره، ننزل بقى برشه الكزبره بتاعتنا، حوالي معلقه صغيره. نقلب كويس قوي كده. دلوقتي بقى جه وقت الليمونيه اللي احنا قلنا فيها سر رهيب. ننزل برشه خل بسيطه قوي، حوالي معلقه كبيره. الليمونه بتاعتنا نعصر في النص التاني، هنقلبها دلوقتي. نقلب بقى كويس قوي كده. ديت السر بتاع المطاعم، يعني بجد بجد افخم مطعم فيكي يا دولة، هو ده السر بتاعه. الريحه بقى، وهتشمي روايح تحفه وهتحبيها قوي حتى لو انت مش بتحبيها. ننزل بقى دلوقتي وهننزل بالتوابل. التوابل بتاعتنا كانت بصل بودره وثوم بودره وكمون، رشه جوز الطيب ورشه كزبره ورشه قرفه ورشه فلفل اسود وواحده مرقه دجاج او مرقه لحمه او مرقه خضار او مرقه فوريه، المتوفر عندك حطيه. هننزل بقى دلوقتي بمرقه الدجاج او مرقه اللحمه او ايا كان ايه المرقه اللي عندك. مش عايزه تحطي مرقه ما تحطيش. حطي السكر.
ننزل بقى برشة سكر بسيطة قوي، نص معلقة كده صغيرة، وهتدوقي طعم حكاية. يعني في مزازة كده مع تسكيرة بسيطة كده، حكاية بجد. وبألف هنا على قلوبكم كلكم. قلب بقى، سيبها بقى تتسبك شوية حلوين كده، وبعد كده نرجع لها تاني. هننزل بقى بالبتنجان بتاعنا. هننزل كده بكام قرن كده، حتتين فلفل في الجنان وبس كده. واول ما يخلص يتحمر هنشوف هنعمل ايه. البتنجان والفلفل وبقى شكله جميل بالشكل ده. دلوقتي انا بظبط الملح بتاع اللهم صل على النبي، بتاع التسبيكه بتاعت الصلصه. دلوقتي بعد ما اتسبكت هننزل بالبتنجان والفلفل والفلفل الرومي والبطاطس بتاعتنا. انا قليت البطاطس وكنت فاكره ان انا بصور، بس للاسف كنت ناسيه، ما كنتش بصور. بس عادي، كلنا عارفين اللي هي بتتقطع صوابع وتحمريها في الزيت عاديه خالص، واول ما تحمر كده وتاخد لون ذهبي او لون ابيض على حسب ما انت بتحبيها بتشيليها من على النار. بصي بقى حبيبتي، هتعرفيها يا بنتي اتسبكت ازاي؟ اما الزيت يطلع فوق الوش. اول ما الزيت كده يطلع فوق الوش كده، فاهماني؟ اهو لسه شويه، فاضلها شويه وتتخن كده شويه عن كده، تروحي طافي عليه. هي غلوه بس واحده وتدفي عليها، ما تقعديش تقلبي فيها كتير عشان خاطر من كل الخضار دوت هيتهرس معاكي. دلوقتي بقت بالشكل ده، معرفش شايفينها ولا لا، الدنيا مغيمه قوي، بس هي طلعت الميه بتاعتها من فوق الوش. هنطفي عليها بقى دلوقتي كده. طلعت قصد الزيت بتاعها وتقلت قوي. بصي الزيت بتاعها طلع بالشكل ده وتقلت، مبقتش خفيفه زي الاول. دلوقتي هنطفي عليها وهنحطها بقى في طاجن مع بعض. بقى بالمسقعه بتاعتنا في طاجنين صغيرين بالشكل ده، مش صغيرين قوي يعني، حلوين كده. بجد لو حطيتيها طواجن بتبقى تحفه. عايزه تحطي شطه حطي، عايزه تحطي فلفل حراق تقطعيه كده بعد ما خلصتي حطي. بجد حكايه. نحط احنا هنا شطه مع بعض، احنا بنحب الشطه فيها كتير، لكن عندي اخويا مش بيحب الشطه، عملت له واحد واحنا هنعمل لنا واحد. وفي ناس برضو في اللي بيحب مسقعه ياكلوها كده، ممكن تاكليها كده خالص، وممكن تعمليها باللحمه المفرومه. المره الجايه نعملها مع بعض باللحمه المفرومه واقول لكم تعملوها ازاي. احنا بنحب الشطه قوي، تبقى اكله جميله قوي في الشتاء كده. وبرضه لو كلتيها وهي خارجه من التلاجة بتبقى حكايه حلوه في كل وقت، يعني بجد في كل وقت حلو. نعمل كده عشان الشطه ما تركز تحت بس. احنا بنحب فيها بطاطس كتير، زي ما قلت لكم انتوا ممكن ما تحطوش بطاطس. بصي الجمال ده، اهم حاجه شويه الزيت البهريز بتاعها ديت بتبقى جميله قوي. بألف هنا يا ست الكل على قلوبكم يا رب. هندخلها بقى الفرن وهنشوف هنطلعها امتى، وهوريكم شكلها بعد ما خرجنا. دلوقتي وصلنا لنهايه الفيديو بعد ما دخلت المسقعه الفرن، وبجد طلعت جميله قوي 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 قوي. بصي الجمال والحلاوه، جميله قوي قوي. ان شاء الله تعجبك يا ست البنات وجربيها. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.